مرحبا فيكم من جديد لمتابعة الريتنج اليومي لنسب المشاهدة للمسلسلات التركية اللي انعرضت امبارح بتاريخ الأربعاء 25 سبتمبر أيلول. امبارح انعرضت الحلقة الثالثة من المسلسل الجديد ليلى. العمل لسه محافظ على نسب مشاهدته الجيدة بالرغم من المنافسة من عملين كان لهم حضور قوي الموسم الماضي، وهما مسلسل رائحة الصندوق ومسلسل حجرة ورقة مقص. والظاهر أن المنافسة هاليوم راح تقتصر على مسلسل ليلى لجيمري بايسيل، وفي انتظار عودة العمل التاريخي المؤسس عثمان الأسبوع القادم، لأنه نسب مشاهدة رائحة الصندوق ومسلسل حجر ورقة مقص غير مطمئنة وغير مرضية تماما بسبب انخفاض الكبير وتراجع شعبيتهم عكس الموسم الماضي. من جانب آخر مسلسل ليلى يلي يجمع جيمري بايسيل وألبيران دويماز عم يغرد بالصدارة لحاله، بحيث حققت الحلقة الثالثة نسبة مشاهدة بلغت 6.20 بارتفاع في كل الفئات، وهو أمر ممتاز جدا. أما بالنسبة لمسلسل رائحة الصندوق فعرف هذا الموسم نسب مشاهدة مخيبة عن جد، وحققت الحلقة 28 منه نسبة مشاهدة بلغت 2.89. العمل في تراجع رهيب رغم أنه كان من بين أنجح الأعمال اللي انعرضت الموسم الماضي، ورغم الإضافات الجديدة مثل الممثلة نسرين جوازادة وأنجين أوزدورك، إلا أنه العمل ما تمكن من جذب المشاهد التركي. من جانب آخر مسلسل حجر ورقة مقص عرف تراجع أيضا في المشاهدات، بحيث أنه الحلقة 16 حققت نسبة 2 في المشاهدة، مما يؤكد أنه العمل لن يستمر طويلا على الشاشة مع المنافسة الجديدة وعودة المؤسس عثمان الأسبوع الجاي. من جانب آخر اليوم راح نشاهد عودة عرض مسلسل حب بلا حدود في موسمه الثاني، وحماس كبير لمعرفة مقدرة المسلسل على الصمود بسبب التغييرات الكبيرة واستبعاد أسماء كثيرة عن العمل.